السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الأسبوع الرابع من كتاب التقييم، صفحة 16 و17 و18 و19 من كتاب التقييمات مادة اللغة الإنجليزية، ترم أول منهج جديد. فقبل ما نبدأ كلها ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش كلكم تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. الجزء الرابع معانا يا اولاد بيتكلم عن الستوري تايم اللي هي القصه. جايب لنا سؤال محادثه بين اياد وزياد. بيقول لي اياد وزياد are speaking، بيتكلموا about reading stories، عن قراءه القصص. اياد بيقول when did you last read، يعني بيقول له متى اخر مره قرات. فزياد رد عليه. بعد كده اياد ساله سؤال، قال له it was about space، يعني هي كانت عن الفضاء. فممكن يا اولاد مثلا يقولوا ان انا قرات امبارح لان انا بتكلم في صيغه الماضي، خلاص يبقى حاجه حصلت في الماضي. فيقول له مثلا I read yesterday، مثلا evening يعني في مساء الامس. فاياد ساله سؤال قال له it was about space، يعني هي كانت عن الفضاء. يبقى انا هيساله القصه كانت عن ايه، يبقى يقول له what was the story about. what was the story about. تعالوا نكتب باللون الاحمر عشان اللون ده مش هيبقى واضح قوي. خلاص قال له هي عن الفضاء. بعد كده ساله سؤال قال له يس ايوه it was very nice، يعني هي كانت لطيفه. فهيقول له هل انت حبيتها ولا لا. فهيقول له يا اولاد did، خلاص you liked it ولا لا. did you like it، يعني انت القصه عجبتك. فقال له ايوه كانت لطيفه. فقال له can I borrow it، يعني ممكن استعيره when you finish reading، لما تخلص قراءه. فاكيد هيقول له اكيد بالتاكيد، يعني ممكن يقول له of course بالتاكيد. yes of course. خلاص طيب. بعد كده يا اولاد بيقول لي هنا answer the following question، جاوبني شويه اسئله عن القصه عاوزنا اجاوب عليها. السؤال الاول بيقول لي هنا how did زينة prepare، كيف ان زينة يا اولاد استعدت to share her idea، او ان هي شاركت افكارها ازاي يا اولاد. طبعا عن طريق ان هي كتبتها، وطبعا ان هي يا اولاد practicing تدربت طبعا الحاجات اللي هي عايزه تقولها قبل الاجتماع. يبقى هنقول by writing notes، يعني كتبت ملاحظات. خلاص and practicing، وتمرنت. خلاص practicing what she wanted، يعني الحاجات اللي هي what she wanted to say، يعني قررت ان هي تكتب الحاجات اللي هي عايزة تقولها طبعا before the meeting يا اولاد، قبل الاجتماع. before the meeting. طيب رقم 2 بيقول له what happened، ماذا حدث at the student council meeting، في اجتماع الطلبة. طبعا اللي حصل يا اولاد ان الطلبة بدأوا يضحكوا على الفكرة بتاعة زينة. يبقى هنقول the students talked about their idea، يعني الأطفال ضحكوا على الفكرة بتاعة زينة. يبقى زينة talked about her idea، يعني زينة تكلمت عن فكرتها. زينة talked about her idea، يعني عن الفكرة بتاعتها. and أو نقول but the students، لكن الطلبة، أو نقول some students بعض الطلبة، لأن طبعا مش كل الطلبة ضحكوا عليها. يبقى هقول some students خلاص loved، يعني قعدوا يضحكوا at her، عليها. طيب رقم 3 how did زينة react، يعني زينة تصرفت ازاي when students loved at her، لما الطلبة ضحكوا عليها اولاد. طبعا كانت حاسة ان هي حزينة وحست بالخجل. يبقى هنقول ان هي she felt، هي حست او شعرت. she felt sad and shy، يعني بالخجل وبالحزن. and shy at first، في البداية. خلاص بعد كده بيقول لي when the student loved it but she didn't give up، لكن هنقول يا ولاد ان هي ما استسلمتش. but she didn't give up and stayed، وبقت او ظلت طبعا يا اولاد brave، يعني شجاعة.
طيب بعد كده بيقول answer the following question. كمل بقى الاسئله. بيقول what role did miss هدى play؟ ايه الدور يا اولاد اللي مس هدى قامت بيه؟ طبعا هي supported زينه، يعني شجعتها، وهنقول ان هي قالت لها كلام كويس عن الفكره بتاعتها، يبقى نقول ان هي she encouraged خلاص her، يعني شجعت زينه to speak ان هي تتكلم and share وتشارك يا اولاد her idea، يعني الفكرة بتاعتها her idea. طيب رقم 2 what skills ما المهارات did the other students اللي كانت عند الطلبة bring to the project اللي هم احضروها للمشروع؟ طبعا كان عندهم يا اولاد مهارات مختلفة عن المشروع زي الرسم والترتيب والكتابة، يبقى هنقول the other students او نقول they خلاص used different skills to help، يعني استخدموا مهارات مختلفة to help the project عشان يساعدوا في المشروع. خلاص like أولاد مثل drawing الرسم، خلاص عندنا طبعا الرسم و organizing الترتيب organizing خلاص and writing والكتابة and writing. طيب رقم 3 بيقول what do you think made زينة brave؟ ايه اللي خلى زينة شجاعة يا اولاد when she spoke لما هي تكلمت؟ طبعا يا اولاد لان هي كانت مؤمنة بالفكرة بتاعتها وكانت عايزة تعمل تغيير في المدرسة. هنقول طبعا ان هي she was brave، هي كانت شجاعة she was brave خلاص، يعني هي كانت شجاعة طبعا because لان she believed in her idea، لانها كانت مؤمنه وعارفه ان الفكره بتاعتها فكره كويسه in her idea. طيب رقم 4 do you think زينة idea هل تعتقد ان فكره زينة will succeed هتنجح why not لماذا؟ طبعا اكيد الفكره بتاعتها هتنجح، يبقى هنقول yes خلاص اولاد طبعا because لان she wanted لان هي اولاد she worked لان هي عملت she worked hard to get خلاص she worked hard اولاد شيل دي، هنقول she worked hard وطبعا got ان هي got help وحصلت على المساعدة from her friends من اصحابها from her friends and never وابدا يا اولاد give up ابدا ما استسلمتش. طيب اللي بعده جايب لي بقى اولاد اسئله الدرس الخامس والسادس عن staying close يعني خليك قريب. جايب لي هنا سؤال يا اولاد بيقول read and complete with the third conditional، عاوزنا اكمل الجمل اللي معايا دي بالحاله الثالثه من F. الناس تركز معايا. بيقول لي هنا if you had missed the school bus لو انت فاتك الاتوبيس last week الاسبوع اللي فات وين يو نوت يا اولاد، طبعا لو انت فاتك الاسبوع يبقى انت هتتاخر، يبقى نحولها لتصريف ثالث. انا جبت هنا هات تصريف ثالث يبقى الناحيه الثانيه would have تصريف ثالث، يبقى انا هقول would have ومفيش فعل اساسي يبقى استخدم been وبعد كده late يبقى انت سوف تتاخر. طيب رقم 2 if he had gone to the party لو هو راح الحفله he not يا اولاد، طبعا هيبقى هو هيستمتع مثلا يعني. طيب هنا جبت هات تصريف ثالث يبقى الناحيه الثانيه would have تصريف ثالث، يبقى هنا هقول would have had fun ان هو سوف يستمتع. 3 if I had studied hard لو انا ذاكرت بجد I not انا ايه، يبقى اكيد هجيب درجات كويسه. جبت had تصريف ثالث يبقى الناحيه الثانيه would have تصريف ثالث، يبقى هقول I would have got التصريف الثالث منها طبعا better marks يعني درجات اعلى. طيب رقم 4 if she had forgotten لو هي نسيت her homework الواجب بتاعها her teachers المدرس بتاعها هيكون ايه، اكيد هيكون متضايق منها. طيب هنا جبت had تصريف ثالث يبقى الناحيه الثانيه would have تصريف ثالث، يبقى هقول would have been angry ان المدرس بتاعها هيكون غاضب منها.
طيب نيجي بقى يا اولاد لسؤال الديالوج المحادثه. بيقول لي هنا هنا is inviting ريماس. هنا بتدعو ريماس to her sister's wedding party لحفل زفاف اختها. هنا بتقول good evening ريماس، يعني صباح او مساء الخير يا ريماس. فقالت لها good evening هنا، مساء الخير يا هنا، how are you كيف حالك؟ قالت لها fine كويسه. my sister is going to get married اختي هتتجوز. بعد كده قالت لها حاجه فقالت لها I would love to انا اود ذلك congratulations يعني تهانينا. خلاص يبقى هنا يا اولاد هي هتطلب منها طبعا ان هي تيجي الحفله، فهتقول لها would you like to come to the wedding party لان هي جاوبت بقى يا اولاد I would يعني انا اود ده. يبقى هتقول لها would you like to come to the wedding party، يعني بتقول لها هل انت هتيجي الحفله ولا لا، حفله الزفاف يعني wedding party. فقالت لا انا اود ذلك congratulations تهانينا. بعد كده سالتها سؤال قالت لها it will be next Thursday يعني هيكون يوم الخميس اللي جاي. يبقى هي سالت عن الموعد يا اولاد، يبقى تقول لها هنا طبعا when will the party be يعني متى ستكون الحفله يا اولاد. قالت لها الخميس اللي جاي. بعد كده اولاد قالت لها I'm really happy انا سعيده for her لها. بعد كده سالتها سؤال قالت لها at home في البيت would you invite سما please يعني ممكن تدعو سما من فضلك. يبقى كده اولاد بتسالها عن مكان الحفله، يبقى هتقول لها اولاد where will the party be يعني اين ستكون الحفله. يبقى where will the party be. بعد كده قالت لها هتدعو سما، فقالت لها حاجه قالت لها I don't know her address انا مش عارفه العنوان بتاعها. فكده هتقول لها بالتاكيد لكن، يبقى sure but لكن انا ما اعرفش مكانها وما اعرفش عنوانها. you could email her ممكن تبعت لها ايميل. فاكيد ردت عليها وقالت لها she is one of my Facebook friends هي واحده من اصدقائي. فقالت لها طبعا اكيد yes ان انا هعمل الكلام ده this a good idea. يبقى تقول لها it's a good idea. يبقى good idea يعني دي فكره جيده هي من اصدقائي على الفيسبوك. تمام. طيب ندخل بعد كده اولاد على الباراجراف. جايب لي باراجراف هنا عن staying close يعني بيقول لك البقاء قريبا. ناس تركز معايا يا اولاد. هقول طبعا staying close يعني البقاء قريبا معناها ايه يا اولاد. ناس تركز، باراجراف سهل وبسيط جدا. في البدايه هقول يا اولاد ان staying close انك تكون قريب means معناها keeping good relationship انك انت يكون عندك علاقات جيده with family مع العيله and friends وايضا مع اصدقائك. خلاص. بعد كده يا اولاد هقول ان when we stay close to people لما احنا نكون قريبين من الناس يا اولاد we love اللي بنحبهم we feel happy هنحس بالسعاده and safe وبالامان. ايه تاني؟ هقول برضو ان احنا we can share our problems ممكن نتشارك مشاكلنا ideas افكارنا and dreams والاحلام بتاعتنا with them معهم. بعد كده برضو هقول ان spending time together قضاء الوقت معا helps us هيساعدنا understand نفهم and support each other وطبعا ندعم بعضنا البعض. برضه يا ولاد هقول ان احنا we can talk نقدر نتكلم play نلعب or help at home او ان احنا نساعد بعضنا في البيت to show care عشان نظهر الاهتمام بتاعنا معاهم. طيب ايه تاني؟ هقول برضه ان staying close البقاء قريبا also means ايضا بيعني being kind انك تكون طيب listening تستمع and forgiving when وطبعا تنسى when someone makes a mistake لما حد يرتكب خطأ طبعا تسامح يا اولاد وتنسى الخطأ ده. بعد كده هقول a strong bond العلاقة القوية with family مع العيلة and friends والأصحاب gives us comfort بتدينا راحة and love وحب. وفي النهاية هقول يا أولاد it makes life easier دي حاجة بتخلي الحياة أكثر سهولة and more beautiful وأكثر جمالا when we stay close لما نكون قريبين to others مع الآخرون we are never alone أبدا مش هنحس بالوحدة and our hearts وقلوبنا stay full of happiness دايما هتكون مليئة بالسعادة. طيب نشوف بقى اللي بعده يا أولاد ونكمل. جايب بعد كده اولاد مراجعه على الوحده الثانيه. هنبتدي بسؤال ديالوج محادثه. بيقول لي هنا مستر محمد is booking a room at hotel مستر محمد بيحجز غرفه في الفندق. هنا عندنا الريسبشنست اولاد اللي هو موظف الاستقبال. بيقول في البدايه how can I help you sir يعني ازاي اساعدك يا سيدي. فمحمد رد عليه. فطبعا هنا محمد هيقول له ان انا عاوز احجز غرفه لان هنا في الاجابه قال له ايه of course بالطبع but you will have to give me some details لكن لازم تديني بعض المعلومات. يبقى انا اولاد هيقول له ايه I would like to book a room I would like to book a room يعني عاوز احجز غرفة please من فضلك.
فقال له بالطبع لكن محتاج بعض البيانات. فقال له اوكي what do you want to know، عاوز تعرف ايه؟ فهو رد عليه قال له اتس محمد عثمان، يعني محمد عثمان 30 بورت سيد ست كايرو. يبقى ده ايه يا اولاد؟ ده شارع في منطقه في بورسعيد. يبقى هنا يا اولاد اكيد هيسالوا عن الاسم وعن العنوان. يبقى يقول له ايه يا اولاد؟ what's your full name and address. what's خلاص your full name يعني اسمك الكامل your full name and address، والعنوان بتاعك ايه يا باشا؟ خلاص and address. فقال له اسمه محمد عثمان وعايش في 30 بشارع بورسعيد في القاهرة. فقال له what's your date of birth، ايه هو تاريخ ميلادك and occupation. طبعا يا اولاد يبقى انا بسأله عن تاريخ ميلاده يا اولاد، يبقى كده بيسأله عن تاريخ ميلاده والعمل بتاعه هو شغال ايه. فممكن مثلا يقول له يا اولاد ان انا I was born، يعني انا اتولدت I was born، انا اتولدت طبعا مثلا on October، في شهر اكتوبر مثلا يوم مثلا 5. خلاص بعد كده في عام مثلا 1994، ده تاريخ الميلاد كامل. and I'm a teacher، وانا شغال مدرس and I am a teacher. فالريسبونست سأله سؤال يا اولاد، الريسبشنست سأله سؤال قال له 5 days يعني لمدة 5 ايام. فهنا هيسأله انت هتقعد قد ايه؟ فهيقول له how long will you stay، يعني كام المدة اللي انت هتقعدها you stay. فقال له 5 days يعني 5 ايام. بعد كده سأله سؤال قال له باي ماي كريدت كارد، يا طبعا بالفيزا بتاعتي او بالكريدت كارد. يبقى هنا بيسأله انت هتدفع ازاي، يبقى يقول له how would you like to pay، يعني كيف تحب ان تدفع. how would you like to pay يعني يدفع. تمام. اللي بعده بيقول لي complete the text، هنقرا الكلمات اللي فوق دي يا اولاد ونكمل. بيقول لي هنا that's cool يعني هذا رائع. I totally get that يعني انا بالفعل حصلت على ذلك. هنا بعد كده بيقول لي for sure يعني بالتاكيد، و honestly يعني بامانه. هنا ادهم بيقول hey مرحبا I have been thinking about our fight، انا كنت بفكر في fight. طبعا fight اولاد اللي هو الايه يا اولاد؟ هنا بتكلم اولاد عن الفايت طبعا اللي هو القتال بتاعنا او الخناقه بتاعتنا. خلاص طيب بعد كده بيقول له if we had communicated better، يعني بيقول لو احنا اتكلمنا بشكل كويس it wouldn't haven't happen، يعني الحاجات دي ما كانتش هتحصل يا اولاد. يبقى هنا اكيد بيقول له honestly بامانه، لو احنا كنا اتكلمنا بشكل كويس ما كانش الخناقه بتاعتنا دي حصل او القتال بتاعنا ده حصل. بعد كده مازن رد عليه قال له sometimes احيانا things just get mixed up، الحاجات بتختلط على بعضها. it's important to be honest، لازم نكون امناء with each other مع بعضنا البعض. فاكيد مازن هيقول له I totally get that، انا فهمت الكلام ده. فادم رد عليه قال له I really wanted to resolve، انا عاوز احل هذه المشكله and keep our bond strong، ونخلي علاقتنا قويه يا اولاد. فاكيد هيقول له هنا اولاد for sure بالتاكيد تمام انا عاوز احل المشكله. فمازن هيقول له that's cool طبعا هذا رائع. I wanted that too، انا عاوز كده انا كمان. let's work on it together، يعني هيا نعمل على حل المشكله معا. طيب بعد كده اولاد سؤال القطع بيقول لي هنا life is full of challenges، يعني الحياه مليئه بالتحديات. but each problem، لكن كل مشكله can be solved، ممكن تحل with patience بالصبر and determination وبالعزيمه. students الطلبه for example على سبيل المثال may face difficulties، بيواجهوا صعوبات in studying في الدراسه or managing او التحكم في their time في وقتهم، ترتيب وقتهم يعني. instead of giving up، بدلا من الاستسلام they can create، هو ممكن ينشئوا study plans خطط دراسيه and ask teachers ويسالوا معلميهم for help للمساعده. at work في العمل people might face، الناس ممكن تواجه stress توتر or heavy responsibilities او مسؤوليه كبيره. the solution الحل يا اولاد could be teamwork، ممكن يتحل بالعمل الجماعي. taking short breaks ناخد فترات راحه or learning new skills او نتعلم مهارات جديده. even in personal life حتى في حياتنا الشخصيه challenges التحديات such as lack of confidence طبعا زي نقص الثقه can be overcome ممكن نتخطاها by setting small goals عن طريق ان احنا نجهز بعض الاهداف البسيطه and celebrating success ونحتفل بالنجاح. every challenge كل تحدي can become a chance to grow، يعني ممكن يكون فرصه لكي تكبر او تنمو. طيب نشوف بقى الاسئله بيقول هنا في السؤال الاول يا اولاد what can help students manage their studies، يعني ايه يا اولاد اللي بيخلي الطلبه يقدروا ان هم يتحكموا او ان هم يديروا الوقت بتاعهم. طبعا قال لك ان هم يطلبوا من المدرسين بتوعهم طبعا نصيحه، يبقى الاجابه هتكون B asking teachers for help. طيب رقم 2 بيقول لي هنا
according to the passage بالنسبة للقطعة challenges تحديات are seen as not بتبدو كايه يا اولاد؟ طبعا قلنا في اخر القطعة خالص ان التحديات بتبدو at chances to grow يعني فرص لكي تكبر او تنمو. طيب نيجي بقى لأسئلة الانسر. بيقول لي هنا what should students يعني ماذا يجب على الطلبة do if they face study difficulties لو هم واجهوا مشاكل في الدراسة. طبعا لازم يعملوا خطة دراسية يا اولاد ويطلبوا من معلميهم المساعدة. تعالوا نعلم في القطعة. هنكتب من اول هنا يا اولاد. خلاص instead of زي كان او نكتب من اول هنا. هقول they can create ممكن ينشئوا study plans خطط دراسية and ask teachers طبعا for help ويطلبوا من المدرسين بتوعهم المساعدة. يبقى دي إجابة نمبر 3. طيب اللي بعده نمبر 4 بيقول لي how can people كيف ان الناس دي اللي بيتعاملوا with stress at work في الاجهاد يا اولاد في العمل او الارهاق في العمل. برضو الاجابه في القطعه. تعالوا نعلم عليها. هقول من اول فين يا اولاد the solution الحل اهو could be teamwork ان ممكن في العمل الجماعي taking short breaks ياخدوا فترات راحه or learning new skills او يتعلموا مهارات جديده. دي ممكن تحل اي مشاكل في العمل. يبقى اول هنا لحد النقطه دي يبقى دي اجابه رقم 2. وتعالوا نمسح دي نكتب ده رقم 1 لان هو محدد لي اسئله القطعه الواحده. يبقى ده نمبر 1 في القطعه في الانسر ودي رقم 2. طيب نشوف رقم 3 why should we celebrate small success ليه لازم نحتفل بالنجاحات الصغيره يا اولاد؟ طبعا لان هي هتخلينا نكتسب ثقه وتخلينا نستمر. تعالوا بقى نكتب الاجابه دي. يبقى هقول because it helps لان هي بتساعدنا. خلاص helps us feel ان احنا نشعر بيه confident الثقة and happy والسعادة to keep going ان احنا نستمر to keep going. بعد كده بقى اولاد اسئلة التشويس. اول واحدة بيقول لي good not is the key هو المفتاح to strong relationships لعلاقات قوية. طبعا يا اولاد ان احنا نعمل good communication تواصل جيد قلناها قبل كده كتير. لما يكون في تواصل جيد العلاقة بتكون اقوى. رقم 2 the best way افضل طريقة to نقط ان انت ايه problems المشاكل اسرو عبر come انك تكون هادي honest امين discussion وتعملوا مناقشة هادئة ومناقشة طبعا سلمية وتكون مسالمة. طبعا ده يا اولاد علشان ان احنا نقلل او نحل المشاكل يبقى the best way to resolve. 3 نقط means بتعني emotionally or physically not close يعني بيقول لاولاد ان حاجه طبعا بتتكلم عن حاجه خاصه بالمشاعر او حاجه خاصه بالحركه not close طبعا مش قريبه يا اولاد يبقى دي حاجه distant يعني حاجه بعيده او فيها مسافه يعني. رقم 4 we add the not بيقول احنا بنضيف ايه into a portrait to change into the anatomy عشان نحولها لعكس الصفه يا اولاد. طبعا بنضيف ايه؟ طبعا يا اولاد بنضيف طبعا البريفكس اللي هو يا اولاد عشان يعكسها. خلاص هنا يا اولاد الكلمه اهو عشان احول العكس منها هنزود طبعا كلمه ان يبقى ده يا اولاد بنزود لها ايه؟ بريفكس يا اولاد يعني بادئه. يبقى احنا ضفنا بادئه للكلمه دي عشان احولها للاناتوم العكس بتاعها. طيب اللي بعده بيقول لي صلاح his fame when he played in England يعني صلاح ايه يا اولاد لما هو بيلعب في انجلترا. يبقى صلاح طبعا gained يعني بيكسب يا اولاد fame يعني الشهره لما هو بيلعب في دوله زي انجلترا. طيب نمبر 6 حسن decided to حسن قرر ان هو responsibility المسؤوليه for his family لعيلته اولاد. يبقى قرر ان هو اولاد take ان هو يشيل او ان هو يحمل مسؤوليه عائلته. يبقى take هنا جاب معنى يحمل. طيب بعد كده نمبر 5 complete the sentence بيقول لي هنا اول واحده هنصلح طبعا الجمل دي. بيقول لي هنا if عمرو study hard لو عمرو ذاكر بجد he would have succeed هو كان هينجح. طيب هنا جبت would have تصريف ثالث يبقى الجمله الاولى had تصريف ثالث يبقى هنا هقول had studied had وستادي هتبقى studied يبقى في التصريف الثالث. 2 if it rained heavily yesterday لو الجو مطر بغزاره امبارح I wouldn't have traveled انا ما كنتش هسافر. يبقى الجو لو ما كانش مطر انا كنت سافرت عكس الكلام. يبقى if it had تصريف ثالث يا اولاد يبقى if it had rained. 3 if he had trained well لو هو تمرن بجد trained well تمرن بجد he played the match هو كان هيلعب المباراة. يبقى هنا جبت had تصريف ثالث الناحية التانية would have تصريف ثالث يبقى would have وplay هتبقى played. ونيجي بقى اولاد لسؤالنا الاخير سؤال الباراجراف اللي بيتكلم عن the importance of the mobile يعني اهمية التليفون المحمول. باراجراف مهم جدا 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 الناس تركز معايا فيه.
في البداية يا أولاد هقول إن the mobile phone is very important in our daily life. يعني التليفون حاجة مهمة جدا في حياتنا. ليه يا أولاد؟ لأن هو it helps us بيساعدنا talk to family، نتكلم مع العيلة and friends وأصحابنا anytime في أي وقت and anywhere وفي أي مكان. بعد كده هقول إن إحنا we can use it to call، ممكن نستخدمه للمكالمات، send message نبعت رسائل or make video chats أو إن إحنا نعمل مكالمات فيديو. بعد كده هقول ان موبايلز التليفونات are also useful for learning، ايضا مفيده للتعليم because we can search، لاننا ممكن نبحث اولاد for information عن المعلومات and study online وندرس على الانترنت. بعد كده برضه اقول ان people use them for work، الناس بتستخدم التليفونات للعمل، shopping التسوق and entertainment اولاد وللتسليه. خلاص. بعد كده هقول ان احنا we can listen to music، ممكن نتفرج على او نستمع لموسيقى، watch videos نتفرج على فيديوهات and play games ونلعب العاب طبعا emergencies طبعا، وفي حالات الطوارئ the mobile helps us، التليفون بيساعدنا call for help quickly، ان احنا نتصل بسرعه للمساعده. بعد كده في النهايه هقول يا اولاد ان هو it saves time، بيحافظ على وقتنا and make life easier، وبيخلي الحياه اكثر سهوله. وفي النهايه هنختم وهقول but we should use it wisely، لكن لازم نستخدمه بحكمه and not for too long، ولكن مش لفتره طويله. The mobile is a great tool، هو اداه رائعه when used in right way، لما احنا نستخدمه يا اولاد in the right way يعني بالطريقه او بالشكل الصحيح او السليم. كده طبعا يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.